السلام عليكم، اهلا بكم في ماتش جامد. امبارح طبعا كلنا شفنا تصريح محمد شريف اللي طلعه على صفحته، اللي هو بيعتذر فيه للجماهير وعن الفرصه اللي ضيعها، وعارف انها كانت فرصه شبه مؤكده، يعني انها هدف. فهو ده اللي عايز اتكلم معاكم فيه، حته ايه؟ النقد. مفيش مشكله انك تنقد، بس يبقى لحد. يعني هو حتى في الجمله اللي استوقفتني، اللي هو بيقول فيها محدش عارف انا بمر بايه. يعني هو معناه ان هو في اشد التعب النفسي. احنا كنا مصدقنا الولد فاق وبدأت الدنيا ربنا يكرمه وتمشي وبتاع، وجاب جونين في الزمالك وجاب جون في اوكلاند. كده بقى هنعيد من الاول. كده بقى رجعنا هنعيد من الاول، كده بقى عنده ازمة ثقة تاني. هيرجع يعيد من الاول تاني. واخد بالك؟ اذا كولر اصر عليه ولعبه، واذا ضيع هيبقى ده هيضغط على اعصابه زياده، ويضغط على نفسيته زياده. واذا اتركن وبدا بشادي حسين هتبقى مشكله تانية، هيقول لك محمد شريف خرج من حساباته، واخر الموسم ممكن ما يكملش مع النادي الاهلي. فاللاعب في الفترة دي محطوط يعني ما بين نارين، زي ما بيقولوا خيارين أحلاهما مر. إذا كمل وضيع هيبقى كل تركيزه في الجماهير هتقول عليا إيه. وإذا اتركن هيقول لك ده أنا كده نفسي تتعب أكتر، لأنه هيبقى بعيد عن الملعب، وطبعا حسيت المباراة زي ما بنتكلم، فهتبقى مشكلة. فاللي هو يبقى النقد بالعقل. يعني مثلا مقارنة بسيطة: مودريتش ضيع كرة قدامنا في كأس العالم للأندية، على كده بقى جماهير ريال مدريد تعمل فيه إيه؟ على فكرة المعلومة، يعني مودريتش دي رابع ضربة جزاء يضيعها في تاريخه. لعيب 11 سنة بيلعب في ريال مدريد، ولاعب اتنين كاس عالم ورا بعض، ووصل للمراحل النهائية فيه وارقام قياسية وتاريخ كبير، وبيضيع ضربة جزاء قدامك، والرابعة في تاريخه. يعني هو مش متعود يضيع ضربات جزاء، ده هي دي الرابعة في مسيرته. على كده بقى جماهير ريال مدريد تعمل فيه ايه؟ فوارد. اه كورة بقى. معاكم ان احنا كنا محتاجين المركز الثالث على الاقل، على المستوى الكبير النادي الاهلي قدمه السنة دي. يعني احنا كان على الاقل فعلا نستحق على الاقل خالص مركز ثالث. يعني حتى في ناس بتتكلم ان اول مره يبقى بطل اوروبا في طريق الفرقه اللي بتلعب تمهيدي طول عمره الناحيه التانيه. واخد بالك؟ ما هو مش منطقي لعيب فرقه تلعب 3 مباريات والماتش الرابع التالت يقابل بطل اوروبا، ولسه كمان لو عداه عنده نهائي، ما هيروح يلعب بمين بقى؟ واخد بالك؟ فهو كان على الاقل احنا معاكم ان احنا كنا نستحق على الاقل ميداليه او مركز ثالث. تمام، بس قدر الله ما شاء فعل. يعني بص لها من منظور تاني. انا مش عايز ابعد عن موضوع محمد شريف، بس برضو ايه يعني، واجب علينا تذكره بالحته دي. تخيل لو كنت كسبت ريال مدريد، هل الانديه كانت هتسيب لك كولر؟ احنا دلوقتي يعني الراجل امبارح منزل على صفحته شكر للجماهير، دخلت بقريت التعليقات كلها كلام اشاده واقتناع بالراجل اقتناع تام. فتخيل معايا الراجل ده لو كان عامل المفاجاه وعدى ريال مدريد ولعب النهائي وقدم ماتش كويس واتغلب، ايا كان كسب اتغلب مش هتفرق كتير. تمام. تتخيل معايا ان الراجل ده كان هيفضل في النادي الاهلي؟ هتقدر تقاوم العروض اللي كانت تقدم للراجل ده؟ فسبحان الله، يمكن ربنا رايد ان الراجل ده يفضل مستمر معاك وتبني فريق كبير. ف فنرجع لموضوعنا تاني، حته النقد، فان احنا بالراحه وواحده واحده، لان احنا داخلين المرحله الجايه على ماتشات مهمه قوي، اغلبها كلها في افريقيا. فدلوقتي يعني انا بصراحه مشفق على كولر. هل هتلعب بشادي حسين ويبقى، او تبدا بترجع تاني تبدا راس حربة كهربا او بيرسيتاو، او ساعات مره جرب سافيو، ولا تدي محمد شريف تستمر عليه؟ ساعتها انت نفسك ممكن تتحط برضه في النقد من الجماهير، يقول لك ازاي محمد شريف بيضيعه، وازاي مصر عليه، وازاي مصمم عليه. فانتوا يبقى بالراحه واحنا بننقد، علشان ما يبقاش احنا اللي ايه عاملين زي ما بيقولوا الدبه الاكلت صاحبها. يبقى واحده واحده. فان شاء الله هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه. يعني دلوقتي اكتر الاخبار المتداوله ان الفتره الجايه هيعتمد على شادي حسين. انا بصراحه مش، يعني برضو شادي حسين مش من مصلحته يتحط في الضغط ده دلوقتي. يعني هي دلوقتي الموضوع بقى صعب قوي. محمد شريف اذا ضيع هيبقى كل تركيزه مع الجماهير، واذا شادي حسين هيقول انا كده كده كنت بعيد عن كأس العالم، وكده معناه ان انا خلاص فرصة استمراري في النادي بتقل. فهنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل، وان شاء الله خير. وبس كان كنت حابب بس اتكلم بعد ما شفت امبارح اعتذار محمد شريف للجماهير. اعتذارك يا محمد مقبول، وكل اللعيبه بتضيع،
وهنفضل وراك وفي ظهر النادي، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير الفترة الجاية، وتبقى يا عم ان شاء الله بأمر الله تبقى هداف دوري ابطال افريقيا وتدينا كاس عالم تاني بأمر الله. وان شاء الله خير، وفي انتظار المباراة القادمة بأمر الله. شكرا. السلام عليكم.